الناس تسمعه وتحكم عليه، وبعدين نتكلم على 3 لقاءات الغد، وبعدين كابتن جمال غندور منورنا ان شاء الله في الاستوديو. بحيي اللعيبه في الشوط الثاني على اصرارهم، لكن كل اللي عمله ربنا عشان خاطر الجمهور ده وتعب الجهاز واللعيبه والاداره طبعا. الشوط الثاني يمكن تغيير في اداء الزمالك بالمره، اداء سيطره على الشوط الثاني، 3 اهداف اكثر من رائعه لنادي الزمالك. ما اعرفش انتوا بقى تحللوها، انتوا تحللوها ايه اللي بيحصل؟ حصل الحكام ايه اللي بيحصل؟ لما زي ما انتوا في الشوط الاولاني كده طالع مغلوب 1-0، اكيد طلعتوا وقلتوا حسام وحش 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 وحش. في الشوط الثاني بقى اكيد هتقولوا ان في حصل حاجه اللي بينقض او اللي بيحللوا هيقولوا، لكن انا بشتغل في شغلي بس وبتكلم على لعيبتي وبغير تغييراتي وواثق في لعيبتي كلها الصغير والكبير بس. ايه رايك في تحكيم النهارده؟ تحكيم يعني بتكلميني على اساس ان يعني انا مش بنقد حكام، بس احنا انت راضي على تحكيم النهارده؟ لا بس لا هو ده اللي بنسألك لا عنه. لا لا مش راضي. انتوا راضيين؟ لا. الجمهور راضي؟ يبقى الجمهور انا مش راضي تماما. انت اثبتت ان الكبير كبير. كلام محترم اهو، مش راضي تماما على اللي بيحصل. ترشيحك لتدريب المنتخب القومي يا كابتن حسام حسن، ترشيحك اتقال ان الكلام كتير، بيتقال ان الكابتن حسام حسن مرشح، والنهارده الكل قالوا هم انتوا في القناه المفضيه بتاعتكم قلتوا مدرب وطني. انا وانت وطني جدا يا كابتن حسام طبعا. ما انتوا قلتوا مدرب وطني انت ورشحت. مدرب قدير يا كابتن حسام، والكل بيشهد بكفاءتك الفنيه قبل اسمك وانجازاتك. ده عظيم، وبقول لك كابتن حسن شحاته قدم عليه وعمل انجازات خارقه، ومع زي مع كابتن جوهر والف شكر على اللي عمله، وهو رايح نفسه من كل اللي بيحصل حواليه. لو اتعرض عليك يا كابتن حسام، لو اتعرض عليك مش لما اكون مدرب وطني، انتوا عاملين ترشحوا، القناه بتاعتكم بترشح مدرب وطني، انا ما حدش جاب سيرتي فانا مش مدرب وطني. بالعكس يا كابتن حسام. لا، انا الحقيقه مختلف تماما مع كلام الكابتن حسام، لانه احنا بنعمل ترشيحات ونخلي الناس تقول. في يوم حسام خد اعلى نسبه، يوم مختار مع حفظ الالقاب خد اعلى نسبه، يوم طلعت يوسف خد اعلى نسبه، يوم طارق يحيى خد اعلى نسبه. وانا عارف ان حسام حسنين مدرب وطني مصري مولود في حلوان، ودرب نادي المصري ودرب نادي الاتصالات ودرب نادي الزمالك، وبالتالي هو من ضمن قائمه المرشحين. ياخد يوم 10، ياخد يوم 0، ياخد يوم 100، ده طبيعي عادي. مش يعني انا الحقيقه مش شايف الحساسيه المفرطه اللي بيتعامل بيها الكابتن حسام حسن مع الناس. الناس تختار زي ما عايزه، الناس تقول رايها. في ناس مقتنعه ان حسام احسن مدرب في مصر، خلاص. في ناس مقتنعه ان حسام لا يستحق تدريب منتخب مصر، خلاص. في ناس شايفه ان حسام يقعد مدى الحياه مدرب نادي الزمالك، خلاص. في ناس شايفه ان حسام لسه ما خدش نص حقه، في ناس شايفه ان حسام مدرب محظوظ. كل دي وجهات نظر، ده طبيعي جدا. يعني النهارده مثلا اكتر من 5 6 قالوا حسام، واكتر من 10 قالوا طلعت يوسف، ومختار اللي كان اول امبارح واخد اعلى الاصوات، النهارده 2 بس قالوا اسمه. طارق يحيى اول يوم كان واخد اعلى الاصوات. فلا، انا حسب معلوماتي ان حسام مدرب وطني وانه مدرب مصري، لكن هذه الحساسيه المفرطه انا مش شايف لها اي لازمه. والقنوات الحقيقه ما بترشحش. احنا زي ما بنعمل كده يا استاذ سيف، بنسال الناس في التليفونات. هو ده استفتاء جماهيري يعني، مش استفتاء جماهيري. في زملكاويه حابين ان حسام يكمل مع الزمالك، شايفين ان الراجل عمل شغل كويس مع الزمالك فعايزينه يكمل. في اهلاويه شايفين انه حسام ما يستحقش مثلا، وفي ناس يقول لك لا احنا شايفين ان حسام هو الافضل. بس استفتاء جماهيري في النهايه على فكره راينا لا بيقدم مش احنا اللي بنختار، يعني راينا لا بيقدم. لا، هو في فرق بين نعمل استفتاء جماهيري وفي فرق نعمل استفتاء بين نقاد اجيب نقاد صحفيين او اعلاميين بالظبط، وهم اللي يقولوا، فده يبقى ده توجه، او اجيب الرياضيين او ده توجه، او اجيب مسؤولين يبقى ده برضه توجه. انما استفتاء اللي هو المشجع او المشاهد المتلقي بمعنى عام يعني، ده دي اتجاهات. زي ما بنعمل استفتاء لاختيار احسن لاعب بين الجماهير، كل واحد بيختار اللاعب اللي هو بتاع فرقته. ما فيش. وبعدين على الاداء الفني كابتن حسام لو رجعنا للحديث تاني قال انا بحيي اللعيبه على الشوط الثاني. اذا الزمالك ما كانش كويس الشوط الاولاني بالظبط، كانت في اخطاء. وانت حضرتك كابتن اشرف واستاذ سيف قلت انه هاني سعيد كان ليه دور مهم جدا، وبدا الزمالك ما يلعب كرات طويله بدا يلعب كرات على الارض، غيرت من الشكل. الكلام ده بيصب في صالح حسام كمان بالظبط. محمد ابراهيم لما نزل غير، فحسام الشوط الثاني غير حسام الشوط الاولاني. حسام ادار بشكل سيء الشوط الاولاني، حسام ادار بشكل جيد الشوط الثاني، وبالتالي حسام الشوط الثاني افضل بكتير من حسام الشوط الاولاني. ده طبيعي يعني. لازم يتم نقده الشوط الاولاني. هل هو كابتن طلعت يوسف هيزعل لما احنا اشدنا باتحاد الشرطه بالشوط الاولاني الاداء الرائع وهيغضب
ان احنا قلنا ان اتحاد الشوط في الشوط الثاني هو ما كانش هو اتحاد الشوط لا وده طبيعي يعني هو برضه حسام يعني لازم يتقبل النقد اذا كان ليه او عليه بالظبط كده. ما دام النقد ده يعني انا ما اقدرش يا كابتن اشرف اطلع اقول الزمالك كان في احسن حالاته الشوط الاولاني وخرج. خد بالك برضه في اخطاء كل الناس لما تعالجها كمدرب حاجه تحسب. لا خد بال حضرتك برضه انت دلوقتي احنا جالنا 26 اتصال بالظبط انا بعدهم معاه اخرهم الاستاذ وليد ال 26 قالوا نادي